ما شاء الله ناجحة جدا وطعمها. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. فيديو النهاردة من أبسط الطرق وأسهلها اللي ممكن تعملي بيها بقسماط القس بتاع الأفران بمقادير بسيطة جدا، وكمان طريقة التحضير سهلة جدا. يعني بجد لما تجربيه هتقولي لأ، ده مفيش أسهل وأطعم وأحلى من كده. وكلنا طبعا عارفين إن بقسماط القس ده من أفضل وأحلى وأرقى أنواع البقسماط الموجودة في الفرن، عشان كده بنلاقيها دايما بيبقى سعرها غالي، ودايما بنلاقي الإقبال عليها أكتر. النهاردة في الفيديو هوضح كل حاجة عن بقسماط القس وازاي يطلع معانا ناجح ان شاء الله من اول مرة. ولو انتي اول مرة هتعمليه ان شاء الله تنبهري بالنتيجة. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر عشان ما تفوتكمش اي حاجة. ويا ريت ما ننساش اعجاب بالفيديو ونشارك الفيديو مع كل اصحابنا وحبايبنا ان شاء الله. يلا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نحضر في البولة بتاعتنا. هبتدي ان انا اضيف كوباية كاملة من المية، تكون مية فاترة. وبعد كده هضيف معايا معلقة كبيرة من السكر. وبعد كده هضيف معايا كوباية كبيرة من الخميرة الجافة، وأقلب كل المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. وبعد كده أسيبها جانبا عشان أختبر الخميرة بتاعتي وأشوفها عملت إيه. بصوا كده، أنا لقيتها خلاص عملت فقاعات بالشكل ده، خلاص أشتغل فيها على طول. يبقى كده اطمنت إن الخميرة بتاعتي كويسة. وبعد كده نحضر معانا المادة الدهنية. المادة الدهنية بتاعتي عبارة عن إيه؟ هجيب كوباية كده وأضيف فيها معلقتين كبار من السمنة، بس السمنة بتاعتي هيكون أنا مسيحاها. تمام كده، يبقى أنا ضفت في الكوباية دي معلقتين ممتلئين من السمنة. بعد كده هكمل الكوباية بقيتها بالزيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يبقى أنا كده مليت الكوباية كلها مادة دهنية. بعد كده هضيفها على خليط الخميرة بتاعتنا اللي احنا عملناه. أما عن تفاصيل المقادير بالمعايير هسيبها لك إن شاء الله في صندوق الوصف، وفي صندوق الوصف ده تحت العنوان لما تدوسي على المزيد يظهر معاكي على طول المقادير إن شاء الله. بصوا كده، هبتدي إن أنا أخلط المواد كلها مع بعضها بالشكل ده. أما بعد كده هضيف معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 500 جرام. يعني بالكوباية كده 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق بتاعي نكون متعدد الأغراض. بعد كده هضيف معايا معلقة صغيرة من الملح. أخلط بعد كده كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. أما عن السؤال اللي ممكن يطرح نفسه دلوقتي، هو أنا ليه ما ينفعش إن أنا أضيف سمنة بس أو زيت بس؟ ليه أضيف الاتنين مع بعض؟ أولا الاتنين مع بعض، الزيت بيساعد كتير قوي المعجنات بتاعتي إن هي فيها قرمشة. السمنة بتدي كده ريحة جميلة جدا، حتى القوام بيخليه حلو قوي. فعشان كده بقولك الاتنين مع بعض. إنما لو أنت عايزة تضيفي سمنة بس طبعا حلو جدا، لو عايزة تضيفي بس زيت طبعا كويس جدا. بس عايزة أقولك إن الزيت مش هيديكي الريحة اللي هي بتبقى حلوة كده في السمنة. فعشان كده بقولك أفضل حاجة تضيفي سمنة معاها. حتى لو ضفتي معلقة واحدة من السمنة والباقي وضفتيه زيت مفيش أي مشكلة. بصي بقى، تعالي بقى نشوف كده مع بعض. بعد ما عجنت العجينة مع المادة الدهنية، هبتدي ان انا اخد كوباية معايا كده مية واضيف بالتدريج بالشكل ده. انا اول حاجة ضفت كده ربع كوباية من المية. بعد كده هحس ان هي ملزقة شوية او بتلزق في ايديا، لا هبتدي بقى ان انا اضيف مية عشان تتظبط معايا العجينة شوية. بصوا كده، عايزة اشوفها العجينة طرية وجميلة بالشكل ده. خلاص كده بصوا، ده اللي اتبقى من المية بتاعتي، يعني تقريبا ربع كوباية من المية. هاخد بقى العجينة بتاعتي وانزلها كده على البلانشة وهبتدي ان انا اعجن فيها شوية. اما بعد كده فانا هسيب العجينة بتاعتي تريح مش تختمر، يعني انا مش عايزاها تخمر معايا. فاهمين في فرق بين الاتنين؟ انا دلوقتي هسيبها ريحها شوية مدة 10 دقايق بس، واغطيها بكيس بالشكل ده. 10 دقايق بالظبط. في الوقت ده هبتدي ان انا اخد طبق واضيف فيه الحاجة اللي انا هضيفها، اللي هي الطبقة الخارجية، اللي هي عبارة عن ايه. بصوا كده، كوباية من السمسم، سواء كان سمسم محمص او سمسم ابيض مفيش مشكلة. معلقتين كبار من السكر، سكر حبيبات. وهبتدي اقلبه كله مع بعضه بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هجيب معايا بخاخة مية وهبدأ ان انا ارش على السمسم بالمنظر ده. ما برشش كتير، يعني حاجات بسيطة جدا. وهقلب. بصوا، هحس ان هي بتبتدي تعمل لي زي كتل كده صغيرة. ده اللي احنا عايزينه، ما نزودش المية اكتر من كده. يلا بقى دلوقتي هبتدي في تشكيل العجينة بتاعتي. هبتدي ان انا اخد كده قطع صغيرة بالمنظر ده، وهبتدي ان انا افردها. بصوا العجينة حاسة ان هي طرية ومتماسكة في نفس الوقت. هنزلها في خليط السمسم بتاعي وعلى طول في الصينية بتاعتي. ما ادهنهاش على الاطلاق، انا مش محتاجة ادهنها خالص. طبعا القطعة اللي انا ببتدي ان انا اقطعها بالشكل ده لازم بيكون طولها تقريبا 10 سنتي. تمام. بعد كده هعملها حرف الاس، بس معلش الكاميرا بتاعتي سجلت بالكاميرا الامامية، فادت الشكل معكوس، بس في اخر الفيديو هتشوفوا الشكل يعني صح.
بعد كده هابتدي إن أنا أعملها زي حرف الإس كده، واحدة واحدة هتبتدي تتضبط معاكِ، يعني هتجيبي الشكل مضبوط يعني إن شاء الله، والموضوع سهل مش صعب يعني. بُصّوا كده باخد واحدة واحدة، طول الواحدة قُلنا 10 سنتي، وهابتدي أنزّلها في الصينية بتاعتي بالشكل ده أعملها حرف الإس. أمّا المساحة اللي أنا هاسيبها بين كل واحدة والتانية حاجة بسيطة جدًا، يعني بسيط أوي بينهم وبين بعض، لإن أنا لمّا باسيبها تختمر ما باسيبهاش كتير، بتبقى حاجة بسيطة أوي. أمّا عن الشكاوي اللي بتيجي وباشوفها كتير جدًا، هو ليه لمّا باجي باعمل بقسماط ليه بيقوّص معايا وبيطلع لفوق بالشكل ده؟ السبب حاجة بسيطة جدًا، حاجة من الاتنين، لا إما أنتِ بتكوني بتكتّري الخميرة كتير أوي، لا إما أنتِ بتكوني بتدهني الصينية بتاعتِك، وإحنا قُلنا البقسماط أو الحاجات اللي هي زي كده ما بندهنش الصينية بتاعتنا زيت خالص، تمام كده؟ يعني بنشتغل فيها على طول، أهم حاجة إن هي تكون الصينية بتاعتنا جافة ما فيهاش ولا نقطة مَيّة، دي أهم حاجة، ونستخدم على طول نحط فيها البقسماط أو نحط فيها المقرمشات زي كده، وبتطلع جميلة وزي الفل. وكده أنا خلّصت الصينية دي، بُصّوا بقت بالشكل ده، طبعًا إحنا قُلنا إن القِس معكوسة عشان الكاميرا بتاعة الموبايل، والمساحة اللي أنتم شايفينها دي بين كل واحدة والتانية، يعني مساحة بسيطة جدًا. بُصّوا بقى أنا باعمل إيه دلوقتي، أنا بابتدي إن أنا أهبّط العجينة بتاعتي، لإن أنا حسّيت إن هي اختمرت معايا، وده هيدّي نتيجة مش كويسة بعد كده. فبابتدي إن أنا أهبّطها شوية وألفّها بالشكل ده، وبعد كده أحطها قدّامي وأقطّع منها تاني زي الخطوات الأولانية بالضبط، وأبتدي أقطّع وأنزّل في السمسم بالشكل ده، أثبّت السمسم، وبعد كده أعمل حرف الإس، عادي جدًا الموضوع سهل وبسيط جدًا، عايزة أقول لكم ما خدش معايا وقت خالص، كانت لذيذة كمان يعني الشغل فيها كان لذيذ أوي. باحبها جدًا، جدًا، على فكرة ديّة لمّا بتتباع في الفران بتبقى سعرها يعني عالي شوية، اسألوا كده عليها المقرمشات اللي هي البقسماط اللي هي بالإس دي أو حرف الإس، شوفوا كده يبقى سعرها عامل إزاي الكيلو بتاعها. هنا بقى أنا عاملة الكمية دي بنُص كيلو دقيق، يعني ما شاء الله رمى معايا كمية كتيرة زي ما أنتم ما شايفين كده، وهتشوفوا كمان لمّا آجي أملى العلبة بتاعتي في الآخر الكمية كانت عاملة إزاي، يعني ما شاء الله ادِّت كمية كتيرة جدًا، وعلى فكرة الطعم بتاعها كان خطير زي بتاعة الفران بالضبط والله. هنا بقى ابتديت خلاص إن أنا خلّصت الكمية كلّها، وعندي جاسر ابني الصغير بيقول لي: "ليه يا ماما أنتِ عاملة كلّه حرف الإس؟ أنا اسمي جاسر يعني تعملي حرف الجي ليه تعملي الإس؟" بقى زعلان جدًا مش فاهم إن هي المقرمشات دي إس أصلًا أو إن هي أمّا بتتباع في الفران هي الشكل بتاعها الإس. عملت له حرف الجي، عملت له 2 كده عشان ما يزعلش، والحمد لله إن أنا لحقت في آخر العجينة، والحمد لله تمِّت على خير ورضينا الدنيا يعني. وما شاء الله اللهم بارك دي الكمية اللي إحنا خلّصناها بالنُص كيلو دقيق زي ما أنتم ما شايفين كده. في المرحلة دي بقى أكون أنا مشغّلة الفرن بتاعي 170 أو 180 حسب نوع الفرن بتاعتي، وأكون مجهّزة الرف الوسط، آخُد أول صينية أنا اشتغلت فيها الأول خالص هتكون ريّحت وتكون اختمرت كده شوية، هي اللي أنا آخُدها أحطها في الفرن. أمّا عن مدة التسوية فهي بتتراوح بين 11 دقيقة ل15 دقيقة. وما شاء الله بتطلع بالنتيجة الهايلة اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا ما شايفين كده. اهم حاجة درجة التسوية بتكون بالشكل ده، مخليش اللون بتاعها ان هو يحمر بزيادة، انا عايزاها يا دوبك تاخد اللون الذهبي البسيط كده. واول ما تطلع ابتدي ان انا احركها بايديا عشان تتحرك من مكانها، عشان طبعا السكر اللي احنا كنا ضافينه مع السمسم ما يلزقش كده في الصينية. أو باعملها بالمعلقة لو أنتِ حاسة إن الصينية سخنة عليكِ شوية، أنا عملتها كده بالمعلقة وهزيتها كده شوية، اتطمنت إن هي خلاص طلعت، والجي أهي عشان ما تحصلش معانا أي خناقة تاني. أما بقى عن التسوية فما شاء الله زي ما أنتم ما شايفين كده، مقرمشة جدًا، جدًا، بصوا هوائية أوي من جوه، ما شاء الله ناجحة جدًا، وطعمها والله طعمها حكاية، حكاية. كل اللي بيجيب المقرمشات القِس دي من الفران عارفين هي بتبقى عاملة إزاي، وكلّها حاجات بسيطة جدًا وموجودة في كل بيت، يعني حاجة بسيطة جدًا لا تُذكر، من نُص كيلو دقيق عملنا الكمية دي ما شاء الله. أمّا بقى لمّا آجي إن أنا أحفظها هاحطها في علبة بالشكل ده، تكون محكمة الغلق. وزي ما أنتم ما شايفين كده الكمية ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، يعني بصراحة تقعد وقت كده وتكفّي معانا وقت الفطار أو وقت العشا مع كوباية شاي كده، حاجة في منتهى الجمال. هتعشقوها بجد هتحبوها أوي، وتحدي لو جرّبتيها بالطريقة دي وعملتيها هتطلع بالضبط زي بتاعة الفران، وعايزة أقول لِك أحسن بكتير، كفاية إن أنتِ بتعملي الحاجة نضيفة كده بإيديكِ وزي الفل.
ودي كده الكمية كلها اللي إحنا عملناها ما شاء الله، نغطيها بقى ونحفظها، وأنا بصراحة مش قادرة إن أنا أقاومها، يعني كل شوية والتانية باكل فيها كده شوية، حاجة في منتهى الجمال ما شاء الله، ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا. وعمومًا لو ليكِ أي استفسارات أو أي أسئلة حابة إن أنتِ تسأليهاني، ابقي اسأليها لي في الكومنتات، وأنا مش باتأخر على حد، بارُد على طول. شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.